مشاهدينا الكرام، السلام عليكم. معكم نوال من قناة طبخ الخياطة مع نوال. اليوم بغيت نشارك معكم واحد الفطائر مالحين بالنقانق او بلي صوصيس. كنحتاجوا اليوم هنايا ها هي واحد 300 غرام ديال النقانق، المهم كل واحد على حساب افراد العائله. وهنايا عندي الموتزاريلا، ها هي واحد الجبانه تقريبا شي 200 غرام د الموتزاريلا. وعندي هنايا بصيله، ها هي شحرتها مع الزيتون وشويه البابريكا التحميره والملح والابزار. هذه بصيله. وهاد النقانق اللي شفتو هنا عندي هما راه مع كبار، ها هما قسمتهم بحال دابا هذه قسمتها باش ما يجيونيش دوك الفطائر يجيو ليا كبار بزاف. وهنايا ها هو عجين، هاد العجين راه نفس العجين اللي درتو في الشهده المالحه. دخلوا الفيديو ديال الشهده المالحه وغتلقاو العجين راه فيه تقريبا شي 500 غرام ديال الدقيق وجوج معالق الزبده دايبه مع نصف كاس ديال الزيت وكاس الحليب، معلقه سنيده وشويه د الملح والخميره الفوريه معلقه، و4 غرام من الخميره الحلويات اي نص باكيه ديال الخميره الحلويات ديال 8 غرام. دابا نحط لكم المقادير العجين في صندوق الوصف. ودابا على بركه الله انا غادي نشرع باش غنبدا نحضر في هاد النقانق، هاد الفطائر. هاد النقانق على العموم راهما بالجبن، خديت انا ديال الجبن باش يجيو كريميين ويجيو زوينين. ها هي غناخذ مدلكه، ها هي وغادا نبسطها هكا على شكل طولي بحال الاوفال. مشاهدينا الكرام، ها هي دابا بعد ما بسطناها على هاد الشكل، ها هي كنجي هنا كندير هاد الخطوط بالجراره. اللي ما متوفراش عنده الجراره يدير السكين. ها هما هي وهنا اكثر من النصف. اول حاجه كنحط هاد الصوصيطه هنا وكناخذ هاهي كندير ديك البصيله وديك الحشوه والموتزاريلا، ها هي كما شفتوا هنا، وكنبدا كنلفف هي وكنلف هاد الجوانب باش ما تسربش لينا الحشوه. ها هما وكنحطهم على هاد الشكل. ها هما ناخذ هكا اللاطه. دابا انا غنعاود معكم وحده اخرى باش تشوفوها كيفاش كتجي. مشاهدينا الكرام، ها هي بعد ما بسطتها كما شفتوا بحال دابا الا كانوا النقانق هكا صغار بحال هذه هي جاتني صغيره، انا غنوضعها كامله. هادو قسمتهم، وبحال دابا هذوك الرويصات اللي هكا ممكن نقدروا كاع نحطوها ثاني هكذا، المهم باش ما تخرجش لينا ما يجيوناش كبار بزاف. الا جيت نديرهم كبار غيجيوني دوك لي كرواسون كبار. دابا انا غادا نوضع ديك البصيله والزيتون، ها هما والموتزاريلا. اللي بغى يدير جبن اخر راه ممكن. ها هما كنجي هنا وكنبدا كنلفف، كناخذ الجراره، ها هي ها هي دائما كنلفوا هاد الجوانب هكذا هكذا وكنستف هنايا. مشاهدينا الكرام، بالنسبه للفيديو ديال الخليه النحل المالحه اللي درت البارح، فهو راه كدرت فيهم واحد الوريدات وراه درت اليوم وتقطع ليا الفيديو في المونتاج. ودابا انا غادا نعاودهم معكم. ديك الورده ها هي كنديروا نفس الكويرات اللي درنا لدابا لهاد الفطائر هكا قد المشماشه. ها هي كنشدوها كنديروا الجراره من هنا ومن هنا، ما كنوصلوش هنايا للوسط، ثاني نفس الشيء لهاد الجانب مع هاد الجانب هكذا. والحشوه راه تتبقى عندكم اختياريه، داكشي باش ما بغيتو كتعمروا كفته طون. ها هي انا المهم انا غندير لكم منها نموذج باش تشوفوها. ها هي غندير فيها شويه ديال كاشير وشويه موتزاريلا. ها هي كديروهم هنا في الوسط، فهي راه ساهله. كنجيبوا هذا الجانب هذا هنا عند هذا، والجانب الثاني كيجي مقابل مع هذا الثاني بحال شي مروحه هكذا. ها هي وكنحلوا لها هادو هكا باش كتجيكم اون غوز
نقدروا نوضعوا فيها هنا الزيتونه. راه عندي ثاني لا فيديو ديال هاد الورده العجيبه، راه عندي في القناه، ربما رابع او خامس فيديو عندي في القناه. ها هي كتجي على هاد الشكل، راه كتجي رائعه في المذاق وفي المنظر. ها هي وها هي الورده اللي حضرت البارح، هانتوما شفتوها ملي كطيب كيفاش كتجي. هذه البارح راه ما طيبتهمش بزاف على ود انا نيت هادو راه كيما شفتوا انا واضعاهم في هاد البواطه في المجمد، باش ملي كنبغي نجبدهم كيزيد يدخل فيهم الطياب، باش ما كيجيوش قاصحين ولا كيكحالوا ليا في الطياب. بحال دابا الا بغيتو تحتفظوا بهم في المجمد ما طيبوهمش بزاف، يبقاو شويه هكذا. وهادو هما الشهده اللي نيت درت البارح. ها هي حتى هي الشكل ديالها. المهم ان شاء الله هذا الشهر كامل راه غنخدم معكم بزاف الوصفات ديال الفطائر وديال المملحات. مشاهدينا الكرام، ها هما الفطائر ديالنا بعد ما كملناهم، وهي ديك الوريده حتى هي راه غنديرها معاهم الطيب. ودابا انا غناخذ واحد شويه باش نبدل لهم اللون. الا بغيتو ديروا البيض المحل الصفر مع الحليب، انا ما عنديش مع البيض هكا فوق الفطائر ولا هذا كيجيني شويه هذا. المهم انا غندير لهم هادو غير شويه الكيتشوب، ها هو، وشويه مع واحد شويه الزيت نباتي، ها هما باش غندهن لهم داك الوجه ديالهم. ها هي هما باش يجيو شويه محمرين. مشاهدينا الكرام، ها هما دابا بعد ما كملناهم ودهنتهم بداك الكيتشوب مع شويه الزيت النباتي، دابا انا غادا ندخلهم للفرن ونتلاقى معكم. مشاهدينا الكرام، ها هما الفطائر ديالنا، ها هما راه وجدوا، ها هما راه يلاه جبتهم من الفران. وهذوك الوريدات اللي حتى هما درت، ها هما شفتوا الشكل اللي كيجيو عليه، ها هما. وبالنسبه للفطائر شفتوا ديك لا كولور كتجي فيهم زوينه بالكيتشوب وشويه الزيت، كتعطيهم واحد اللوين زوين من الفوق كيتحمروا. ورافقتهم بهاد الكيتشوب وزويتينات كحلين وشويه المايونيز هكا اللي بغى يدوزهم مع المايونيز ولا الكيتشوب كيجي فيهم واحد لوغو زوين، حيتاش النقانق او الصوصيص اللي فيهم فهو توا من الجبن. ودابا انا نقطع معكم واحد الوحده، ها هي باش تشوفوا الشكل اللي كيجيو عليه. ها هما راه كيجيو معلكين بالجبن، ها هما. وكتجي واحد لاباط فيهم اللي زوينه، داك العجين ديالهم كيجي مورق وزوين. وبالنسبه لهاد الورده ها هي سايره ما باقا سخونه، ها هي نيت انا غنحلها معاكم. ها هي شفتوها كيفاش كتجي رطيطبه وزوينه. ونتمنىكم تجربوهم، وما تنساوناش بلي لايك ديالكم، وما تنساوش تضغطوا على الجرس باش يبقى يوصلكم الجديد ديال قناه الطبخ والخياطه مع نوال، فضلا وليس امرا. وشكرا على الدعم ديالكم.